شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام تفتح أبواب الجنة يغفر لذنوب الأمة شهر الصبر والهمة ونضع الزينة فرحا أهلا يا أعظم شهرا نرجو أن تبقى دوما شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. النهاردة تاني يوم رمضان ان شاء الله هنقضيه مع بعض ونشوف احنا هنعمل اكل ايه، وبإذن الله هنقضي اليوم كله مع بعض. بس قبل ما ابدأ الفيديو اوعي تنسي لو عجبك تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. النهاردة ان شاء الله كده هنعمل مع بعض شوية فتة ولحمة، وهنعمل الحلو رز بلبن، وكمان هنعمل طبعا العصير اللي هيبقى معانا على الفطار. بداية كده انا جبت اللحمة قطعتها التقطيعة المناسبة لينا، وكنت حاطة حلة الضغط على النار حتى فيها مية وحبيتين طماطم وبصلاية وقرن فلفل رومي. واول ما غليت المية نزلت فيها اللحمة زي ما انتوا شايفين، وهبتدي احط بقى البهارات بتاعتي، ملح وفلفل والسبع بهارات. هي دي توابل اللحمة اللي انا بحطها لها، وهقفل عليها بقى الغطا وهستنى لحد ما تستوي. عامة انا بسيب اللحمة في حلة الضغط حوالي ساعة الا ربع، بس دي كانت تقريبا لحمة كبيرة خدت ساعة وربع في حلة الضغط. تمام. فاول حاجة حبيت ابدأ بيها كده اللحمة. قلت على ما تتسلق اكون انا عملت حاجة تانية. تمام. هقفل بقى دلوقتي حلة الضغط كويس. يا ريت اللي بيستخدم حلة الضغط يبقى حريص معاها جدا ويقفلها كويس عشان البخار ما يسربش منها. دلوقتي بقى بعد ما حطيت اللحمة تستوي كنت هعمل رز بلبن. انا بحب اعمل الحلويات عامة قبل الطبيخ. ليه؟ علشان على الفطار تكون بردت وطعمها ظبط كده، ما تبقاش لسه سخنة. فهعمل رز بلبن. النهاردة هعمل 2 كيلو لبن، كل كيلو بياخد 100 جرام رز. يعني الرز بلبن المظبوط بتاع المحلات الكيلو اللبن بياخد 100 جرام رز. فهتحطي ال 200 جرام رز وبتحطي عليهم في البداية كده حوالي لتر الا ربع مية يستوي فيه الرز، يعني عشان لما تحطي اللبن يبقى الرز خلاص اوريدي استوى. فانا حطيت الرز وحطيت عليه المية وحطيته على البوتاجاز لغاية لما الرز اتشرب معايا، وحطيت عليه اللبن زي ما انتوا شايفين بعد ما استوى كده وتشرب المية اللي انا حطيتها عليه. فروحت حاطه ال2 كيلو لبن. ودلوقتي بحط النشا بقى. كل كيلو لبن بياخد 3 معالق نشا. تمام. هتحطي بقى، انا عامله 2 كيلو لبن فهحط 6 معالق على نص كوبايه، 6 معالق نشا على نص كوبايه ميه، وبقلبهم كويس. وقبل ما احط النشا بروح حاطه السكر ده طبعا اختياري. يعني انا حطيت لل2 كيلو لبن حطيت لهم كوبايه ونص سكر. طبعا ده حسب بقى انت بتحبي السكر زياده بتحبيه مظبوط، فده ذوق شخصي. بعد ما حطيت بقى السكر وقلبته كويس هبتدي بقى اضيف النشا. بس اهم حاجة اضيف السكر وقلبيه لحد ما يدوب يعني، وبعدين نضيف بقى النشا. انا هنا حسيت اللبن مش دسم كفاية، فكان عندي في الفريزر انا عاينة علبة كده فيها وش اللبن قشطة يعني. فروحت ضايفة كده معلقتين كبار تقريبا، قلت برضو علشان يخلوه فيه دسامة كده كويسة. فدلوقتي بقى هبتدي ان انا ايه اضيف النشا. بقلبه كده زي ما انتوا شايفين علشان النشا بيرقد بسرعة في المية. فبتحطي بقى النشا بايد، والايد التانية لازم تكون بتلف في الرز، لانك لو حطيتيها وما قلبتيش بسرعة يبتدي يحصل تكتلات معاكي في الرز كده ويكلكع ومش هيبقى لطيف ابدا. زي ما انتوا شايفين على طول القوام بتاعي تقل كده. فبطفي النار، واخر حاجة بحطها بعد ما بطفي النار معلقة كبيرة فانيليا سايلة. لو موجودة، مش بتستخدمي الفانيليا السايلة وحابة ان انتي تحطي بودر
هتحطي بقى 3 4 5 بواكي، لان الباكو طبعا ما فيهوش. طبعا زي ما قلت لكم كنت طفيت النار، وطبعا هبتدي بقى احطه في الاطباق على طول، لان لازم الرز بلبن يتحط في الاطباق وهو سخن. لو سبتيه يبرد في الحله هياخد شكل الحله، وطبعا مش هتعرفي تصبيه. آه، فهو طبعا يعني جه تقريبا حوالي 12 بولة. انا بحب في رمضان بالذات يعني اعمل كل يوم الحاجة على قد اليوم بالظبط، ما يبقاش في حاجة بايتة من اليوم اللي قبله، لان محدش بياكل عندي في البيت الاكل البايت وكده. ففي رمضان طبعا صايمين، وبيبقى بعد الفطار تقريبا محدش بياكل غير على السحور. فبنعمل بقى سواء الاكل او الحلويات يا دوب على قد ان هو يخلص آه، في نفس اليوم يعني. دلوقتي بقى حطيت الرز بلبن كده، هبتدي بقى ازينه. هسيب نص الكمية سادة، لان في عندي ولادي بيحبوه سادة معلهوش اي مكسرات، وانا وجوزي بناكله بالمكسرات عادي يعني. فعملت نص الاطباق سادة، والنص حطيت في كل واحدة حباية واحدة عين جمل، وحطيت جوز هند وزبيب وسوداني وبس. وده كان الحلو بتاعنا النهاردة. زي ما انتم شايفين يعني جربوا الطريقة بتاعة الرز بلبن دي، طريقة مضمونة جدا جدا جدا. دلوقتي بقى خلاص شلت الرز بلبن علشان يبرد، وهبتدي اشتغل بقى في الاكل. هنعمل طبعا الفتة. فببتدي، انا كنت الرغيفين دول كانوا في الفريزر عيش بلدي، فطلعتهم يفكوا كده، بس كانوا لسه يعني مجمدين شوية. فببتدي ان انا اقطع العيش بقى كده بالمقص للفتة علشان احمره يعني يبقى شكله كده لطيف. في اليوم ده برضو يعني اللي هو تاني يوم دوت كنت برضو بدمس فول، لان الفول اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل رمضان هنزل لكم الفيديو بتاعه في صندوق الوصف او في البطاقات من فوق. آه، كان خلص. فالنهارده بقى وانا بعمل في الاكل كده رحت حاطه الفول في الدمسه كده يتدمس على ما اعمل الاكل اللي انا بعمله. زي ما انتم شايفين قطعت بقى العيش لمربعات كده، وحطيت في الطاسه مكعبين زبده وحته زبده بلدي، وبدات ان انا احمره وشويه زيت كده، وهبتدي ان انا احمر العيش كده لحد ما يبقى لونه ذهبي وجميل. هعمل الطشه بتاعتي بقى شويه يعني حوالي 4 5 6 فصوص توم. هحمرهم كويس، وبعدين لما يتحمروا هنزل عليهم بمعلقتين 3 خل، وهحط عليهم صلصة الطماطم بتاعتي وملح وفلفل اسود، وهسيبهم يتسبكوا ويتقلوا على الاخر. في الوقت اللي بتتسبك فيه بقى الطشة بتاعت الفتة، هعمل النهاردة عصير فراولة، هعمل كوكتيل. فحبيت اعمل بقى عصير فراولة باللبن، وكان عندي زبادي فراولة برضو عاملاه في البيت، حطيت كوباية زبادي. ودلوقتي بقى قطعت الفاكهة، حطيت في الأول جوافة وبعدين تفاح وشرايح موز زي ما انتوا شايفين. هاملة كل الكوبايات أو الكاسات اللي انتوا شايفينها دي بنفس الطريقة، جوافة وتفاح وبعدين موز. وفي الآخر هبتدي أنزل عليهم بعصير الفراولة باللبن اللي أنا عملته. الفراولة باللبن طعمها حلو جدا، بتبقى عاملة زي الزبادو كده. يعني حتى لو مش كوكتيل بتبقى طعمها تحفة جدا بصراحة يعني من باللبن أحلى من لما تعمليها من غير لبن. خلصت هنا بقى كل الكاسات بتاعتي، وهبتدي ان انا اصب العصير. هنا كنا خلاص يعني قربنا شوية كده من المغرب، كان خلاص قرب يعني. بس انا ايه حبيت ان انا اجهزهم، لان طبعا زي ما انتوا شايفين انا العصير بتاع الفراولة مخرجاه من الفريزر، فكان متلج جدا. قلت على ما السقوعية بتاعته تهدى كده يكون ان شاء الله المغرب جدا. بعد كده رحت عاملة بقى الرز، حطيت حتة زبدة بلدي وشوية زيت، وهبتدي اعمل رز ابيض بقى علشان الفتة. فهشوح كده بقى الرز لحد ما يعني تحسي صوت كده للرز في الحلة ويخرفش كده معاكي. بعد كده هسقيه بالشوربة بتاعة اللحمة، وهسيبه بقى يغلي، وههدي النار عليه لحد ما يستوي. وخلاص يبقى انا كده خلصت الاكل بتاع النهارده. بس يعني ايه هحضر بقى الفتة كده وهغرف، وخلاص هيبقى كده ايه كل حاجة تمام. هنا بقى العيش حطيته في طبق في السيرفيس بتاع التقديم ده، وحطيت عليه معلقتين من الطشة بتاعة الفتة
علشان تطعم لي العيش كده. وهبتدي بقى اسقيه بالشوربه بتاعه اللحمه. خليتها طبعا، كان من ساعه ما اللحمه استوت كده في الاول كانت الشوربه هديت شويه، فولعت عليها تغلي كده علشان تطري لي العيش. لان ايه، اللي بياكلوا الفته بيحبوا العيش يكون طري، ما بيحبوش في عيش ناشف خالص. وهغطي بقى على العيش علشان يطرى معايا قبل ما احط الرز، يشرب الشوربه بتاعته ويطرى. بعد كده بقى لما العيش تشرب الشوربه بتاعته هبتدي بقى احط الرز كده عليه، اغطيه بيه خالص. وهبتدي بقى ايه، احط الطشه، بس المره دي كده هحطها بشكل مختلف حبتين. حبيت ان انا اكتب كده عليها رمضان كريم، يعني يكون في تجديد كده في شكل التقديم. وطبعا بمناسبة رمضان ربنا كده يعودوا علينا وعليكم بخير يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. فكتبت كده رمضان كريم. هي صح جت معوقة حبتين، مش مظبوطة قوي يعني، بس حسيت كده انه يعني حسيت شكل الطبق حلو وعجبني. انتوا قولوا لي رأيكم برضو في الكومنتات لو عجبكم. وبدأت أزين الأطراف كده بتاعة الطبق، يعني بنقط كده من الصلصة. أنا كنت حطيت الصلصة في كيس تلاجة علشان أقدر أتحكم فيه يعني. هنا كنت ظبطت كده، بعدت النون عن الألف بتاعة رمضان كانت لازقة فيها، فظبطتها كده حبتين. وحطينا دلوقتي السفرة بتاعتنا اللي هي الطبلية طبعا. حطيت رز لأن في ناس ما بتاكلش الفتة، وحطينا اللحمة والسلطة والعصير بتاعنا. وكده طبعا اليوم معانا خلص وخلصنا كل اللي نفسنا فيه. عقبال ايام كتير وعقبال طول رمضان يا رب، واحنا بخير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.